100% انت عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة تفرجتي على الأقل في انمي واحد ولا جوج، سواء في المواقع المخصصة لمشاهدة الانمي ولا في سبيستون فاش كنتي باقي صغير. كونان، دراغون بول، ناروتو، هانتر اكس هانتر اللي عرفناه بسمية القناص، كلنا تفرجنا في واحد من هادو. انا شخصيا تفرجت فيهم كاملين، ولكن واش المشاهدة ديالهم حلال ولا حرام؟ كمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم كل شيء. مؤخرا كان التفاعل ديالكم ضعيف، مش بخلوش عليا بواحد لايك واشتراك، خلينا نوصل 1000 مشترك. يلا دير اشتراك بلا ما بديت الفيديو، انا كنت سناك درتيها. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. في هذا الفيديو نهضروا على 7 ديال النقاط اللي كتخلي داك الانمي اللي كتفرج فيه يكون حرام انك تشاهدو. اولا، العري والايحاءات الجنسيه. 99.99999 من الانميات الا ما كانتش 100% كيكونوا فيهم عري واضح ولا غير مباشر، بحال لباس قصير بزاف، لقطات الجسد، كواكب كبيره بزاف، او مواقف كتلمح للحاجه الجنسيه حتى الا ما كانتش صريحه. هاد النوع ديال المشاهد حرام حيث الاسلام كيامر بغض البصر وكيحرم كل حاجه كتجر للشهوه وكتفسد القلب. وحتى الا قلتي غير رسم، راه العين كتشوف والقلب كيتاثر، ومع التكرار كيولي الحرام عادي. ثانيا، تمجيد السحر والشرك والالهه المتعدده. حتى الشياطين داخلين في هذه النقطه. بزاف ديال الانميات مبنيين على السحر والقوة الخارقة واستحضار الجن والآلهة المتعددة والطقوس الغريبة، وكيتقدموا غالبا في شكل بطولي. وحتى إلا قال الواحد غير خيال، العقيدة ما فيهاش اللعب، وهاد الأمور كتدخل في الشرك وعلى الأقل كتطبع معاه، وكتأثر خصوصا على الأطفال والشباب اللي ما عندهمش وعي ديني قوي. من هاد الجهة المشاهدة حرام. ثالثا، تطبيع العلاقات المحرمة. كاين انميات كيبينوا العلاقات خارج الزواج والصداقة بين الولد والبنت بلا حدود، كيبينوا الحب والعلاقات المحرمة وكأنها شي حاجة عادية وحتى رومانسية. هاد الشي خطير حيت كيطبع مع الحرام وكيبدل المفاهيم خصوصا عند الشباب، والإناث هما الفئة اللي كتفرج في هاد النوع ديال الانميات بزاف. الاسلام واضح في هاد الباب، واي محتوى كيجعل الزنا والعلاقات المحرمة يبانوا عاديين المشاهدة ديالو حرام. رابعا، الاستهزاء بالدين والقيم. كاين انميات كيستهزئوا بالدين، الدعاء والجنة والنار وحتى فكرة الاله، كيقدموها في اطار ديال الضحك والسخرية. هاد الشي خطير بزاف حيت الاستهزاء بالدين من اكبر المحرمات، وحتى الضحك عليه والسكوت عليه ماشي امر هين. قال تعالى: قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فاش تشوف شي حاجه كتحقر الدين والقيم الاسلاميه خاصك تقطعها مباشره. خامسا، الموسيقى الفاحشه والجو المفسد. بزاف ديال الانميات فيها موسيقى صاخبه ومثيره ومعها صور محرمه. ماشي بزاف، راه كاع الانميات فيهم الموسيقى ضروري كيبدا بالموسيقى وكيسالي بالموسيقى، وبعض المرات كتكون الموسيقى وسط الحلقة، وهذا الجو كامل كيدخل الانسان في حالة ديال الغفلة وبعد على ذكر الله. حتى الا كان المشهد ما فيش العري، غير الموسيقى والجو العام ديالها كيدفع للحرام وكيأثر على النفس، وهذا الشيء كيخلي المشاهد محرمة وواجب تركها. سادسا، تضييع الصلاة والفرائض. الا وصل الانمي لدرجة انك كتأخر الصلاة وكتجمعها بلا سبب، ولا حتى كتنسى تصلي بسبب حلقة ولا موسم كامل، فهنا مشكل ما بقاش في المحتوى فقط ولكن في الاثر ديالو عليك. اي حاجه كتلهيك على الصلاه والفرائض فهي حرام، حيث ان الصلاه هي عمود الدين وما كاين حتى ترفيه يستاهل يتقدم عليها. اخر نقطه اللي هي الادمان وضياع الوقت. كاين ناس كيتفرجوا في الانمي بالساعات، وحتى انا وصلت لهاد المرحله في واحد الوقت، موسم مورا موسم حتى كيضيع الوقت، الصحه، الدراسه والعلاقات العائليه. فاش الترفيه كيولي ادمان وكيحبس الانسان على اهدافه ودينه، راه ما بقى لا مباح لا مكروه بل حرام، حيت الوقت امانه وغادي نتحاسبوا عليه. دابا من بينت ليك الاشياء اللي كتخلي مشاهده الانمي حرام، دير لهاد النقاط الاسقاط على الانميات اللي تفرجتي ليهم ولا كتفرج فيهم دابا. 100% غادي تلقى شي جوج ولا 3 ديال النقاط، وما ربما كتر. مثلا ناروتو فيه موسيقى، سحر، العري، العلاقات المحرمه، الشرك. وان بيس كذلك نفس الحاجه. هانتر اكس هانتر كذلك فيه بعض النقاط. جوجيتسو كايسن اللي عامر بالسحر والعري. قاتل الشياطين اللي من سميتو غادي تعرف باللي عامر بالشياطين. وبزاف ديال الانميات كنظن 99.999 كلهم فيهم محرمات، غير بنسب كتفاوت. كاين اللي فيهم بزاف ديال المحرمات وكاين فيهم اللي غير شويه. تقدر يجيك موضوع ديال انك تحبس مشاهده الانمي صعيب ولا مستحيل، ولكن حاول نقص شويه بشويه حتى تحبس مره. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الا وصلتي حتى لهنا دعمني بشي لايك واشتراك واعطيني الراي ديالك في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو الجاي.